السلام عليكم، كيف الحال؟ أسعد الله أوقاتكم كل خير. مبروك عليكم شهر رمضان، الله يعيننا على قيامه وصيامه. طبعا اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد، قصة سفاح خميس مشيط. قبل نبدأ المقطع أذكر الله صلوا على النبي، لا تستضيفون حسابي، تلقون في الديسكربشن رابط واحد يوديك على جميع حسابات يضيفني عليها. مشاهدة ممتعة. قصتنا اليوم بتتكلم عن من هو سفاح خميس مشيط. سفاح خميس مشيط اسمه جار الله، من الجنسية سودانية. من الأشياء اللي كان يسويها جار الله كان يذبح كبار في السن، سواء رجل أم امرأة. في عام 1985 جاء جار الله للمملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية. من صفاته أنه سريع الحركة، وكان ينجو من كل عملية يسويها سواء كان قتل أو سرقة. لما يسوي جريمة قتل أو سرقة ما كان أحد يعرف عنه شيء، وكان دائما الشيء اللي يسويه ما حد يعرف أي أثر عنه. مثل ما ذكرت في بداية المقطع أن في عام 1985 جاء جار الله للمملكة العربية السعودية. أول وظيفة عمل فيها اشتغل راعي غنم عند سيدة عجوز. جار الله خلى العجوز هذه تثق فيه لدرجة انه كان يعرف كم تملك من ثروة العجوز هذه. جار الله خطط انه ينهب العجوز هذه بطريقة من الطرق اللي هو يسويها. ايش سوى جار الله؟ جاها في الليل وهي نايمة، فدخل في البيت، فسمعتها السيدة هذه ان في احد قاعد يتحرك في البيت، فكان الوضع غير طبيعي جدا. فاول ما عرف او سمع صوتها انها صاحيه، فعلى طول قتلها بالفاس حقه. ايش سوى فيها؟ فاول ما ذبحها فما وقف بس في ذبحها، لا، فقطع جميع اصابعها. جار الله بعد ما خلص الجريمه هذه فوين راح؟ فرجع للسودان لفتره طويله. رجع للسودان عشان ما حد يمسكه ولا حد يدري عنه وما حد قدر يوصل له. وفي عام 1997 رجع مرة ثانية جار الله إلى المملكة العربية السعودية، نفس الطريقة الأولى عن طريق تهريب. أول ما دخل المملكة العربية السعودية فتوجه واشتغل عند عائلة، وصار بينه وبين صاحب العمل مشكلة كبيرة. أول ما صارت المشكلة بينهم إيش سوى جار الله في صاحب العمل؟ فذبحه، وما وقف جار الله بس في ذبحه هو، لا، فرجع وذبح زوجته. ذبحهم وما حد عرف عنه شيء، أخفى آثاره، أخفى الفاس حقه، أخفى جميع الأشياء اللي تدل إنه قاتله. جاء يوم من الأيام جار الله إيش سوى؟ كان يراقب عجوز غنية، فكان يتبعها في كل خطوة تسويها، طلعاتها، كل شيء عنها. جاء وقت الليل، إيش سوى جار الله بالسيدة الغنية؟ سلل إلى بيت. أول ما دخل وعرف مكانها إيش سوى فيها؟ قطع يدها اللي فيها المجوهرات، سرق المجوهرات اللي في يدها، وسرق الذهب اللي موجود عندها، وسرق جميع ما تملك السيدة هذه الغنية. بعد ما خلص منها فنفس ما قلنا انه انحاش وما حد عرف مكان. لكن بعد فترة بسيطة مسكته المملكة العربية السعودية وقصوه. جار الله مو بس كان يتعامل بالفاس، لا، كان يتعامل حتى بالسحر. ورجعنا بنهاية المقطع. ان شاء الله عجبتك القصة. اذا عجبك المقطع لايك واشتراك ونشر، ولا تنسى مثل ما قلت لكم في بداية المقطع في رابط تحت في جميع المنصات حقتي. اتمنى ان توفقت في طرح المقطع هذا. كان معكم الزو، سلام عليكم.